الخيانة من داخل القصر. سقوط النظام والخيانة من داخل القصر. ده مش خبر ولا منشط موجود في الجرايد، دي قصص حقيقية حصلت في التاريخ يا صديقي. معرفش مين ضحك عليك ومفهمك ان التاريخ عبارة عن شوية حكايات وشوية معلومات بتحفظهم تخش تحطهم في الامتحان والموضوع خلص على كده. في نظام البكالوريا ليه حاطين التاريخ اجباري على الاربع مسارات؟ علشان التاريخ ده يا حبيبي مش شويه قصص ولا شويه حكايات، التاريخ ده عباره عن مؤامرات، عباره عن شخصيات تعرف بعضها كويس خلت اشخاص يحاربوا بعض ما يعرفوش بعض اصلا. عباره عن عقليه سياسي، عقليه سلطه تنفيذيه قدرت تتحكم في السياسه الخارجيه، قدرت تعرف يعني ايه وامتى تعمل معاهده وامتى تعلن الحرب وامتى توقف الحرب وامتى تلغي المعاهده. على سبيل المثال جمله مصطفى النحاس لما قال للشعب المصري من اجلكم قمت بوضعها، يقصد معاهده 36، ومن اجلكم الغيها. ليه التاريخ يتكرر على اربع مسارات؟ وليه انت طالب هتخش مسار مثلا هندسي او مسار طبي تاخد تاريخ؟ لان زي ما قلت لك التاريخ ما بقاش حفظ خالص، التاريخ بقى يعتمد على الفهم والاستنتاج والتحليل. التاريخ مش بس هيفيدك في تانية ثانوي او تالتة ثانوي، التاريخ ده هيخليك مؤهل ان انت تعرف كل الشخصيات اللي هتقابلك في الجامعه وبعد الجامعه وفي حياتك. اذا كانت الشخصيات دي بتتعامل معاك بمبدا المصلحه الذاتيه زي دول اوروبا لا تنظر الى مصلحتها، ولا بتتعامل معاك بمبدا السلمي والدبلوماسي، ولا الاشخاص دي عايزين يستفادوا منك ازاي تكبر وتخش تخلص جامعه وتتخرج وتبدا تشتغل. تبدا تشوف التاريخ بنظره تانية خالص. مديرك في الشغل هل بيستغلك زي ما في شخصيات في المنهج استغلت شخصيات تانية، ولا بيعاملك كويس، ولا بترتقي في المهنه ولا لا؟ عشان كده التاريخ في البكالوريا مقرر على الاربع مسارات، انسى ان هو بقى حفظ. انا مستر محمد ابو بكر هشرح منهج تاريخ البكالوريا للصف الثاني الثانوي، انتظروني. سلام.